السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة أنا هتكلم عن فيتامين دي وخاصة فيتامين دي 3، وهقول لكم إزاي نعرف الفيتامين ده ناقص في جسمنا وإيه هي الجرعات المناسبة اللي المفروض إن احنا ناخدها. يا جماعة أنا مش دكتورة، بس أنا بقول لكم معلومات مهمة جدا ممكن تكون هي غايبة عن كتير مننا، ولو عرفتيها هتبدأي تهتمي بالموضوع ده. هقول لكم كل التفاصيل الخاصه بالفيتامين ده، وعشان انا مطولش عليكم يلا بينا نبدا الفيديو على طول. فيتامين دي من الفيتامينات المهمه جدا للانسان، بيجيلك او بتقدري ان انت تكتسبيه عن طريق الاكل، وفي فيتامين دي 3 بتبداي تكتسبيه عن طريق الشمس. في ناس كتير مننا ما بيتعرضش للشمس، انا واحده من الناس ما بتعرضش للشمس، ما بنزلش اساسا من البيت يعني، وغير قليل قوي، وحتى لما بنزل بعد فتره الشمس، فطبعا بيبقى عندي نقص من الفيتامينات دي ولازم اخده كمكملات غذائيه. طيب الاكلات اللي هي بتدينا فيتامين دي اللي هو دي او دي 2 يعني عموما، عندي الاسماك زي سمك السلمون وسمك السردين، وعندي برضو الفطر اللي هو المشروم، عندي البيض، عندي اللبن. دي حاجات بتمد الجسم بالفيتامين دي. بس دي طبعا الفيتامين دي ده مهم في ايه؟ مهم ان هو بيدعم امتصاص الكالسيوم وان هو بيظبط العظام، ما بيبقاش يعني ما بيخليش في حاجه اسمها هشاشه العظام لما نكبر، كمان خاصه في السن. لو تعرضتي لاي خبطه، تعرضتي لاي حاجه اللي هو يعني ما يخليش عظمك يتكسر. كمان بيحميكي من اضطرابات الجهاز الهضمي وخاصة القولون العصبي. وفي مرض معرفش انتوا تعرفوا عنه ولا لا، اسمه مرض التصلب المتعدد او MS. ده الفيتامين دي ده بيبقى يعني بسبب نقصه ده بيعرضك لحاجة زي كده، للمرض ده. بينظم طبعا مستوى الانسولين، الناس اللي عندها السكر، الناس اللي هي عندها فرصة الحمل، طبعا بيساعدك ان انت يبقى فرصتك اعلى في الحمل. بيعزز الخصوبة لدى الرجال، الحفاظ على سلامة الأم طبعا الحامل، بيساعد طبعا في نمو العظام والوقاية من الأمراض زي الكساح والحاجات دي كلها، بيقوي المناعة وبيحميكي من الأمراض يعني بعد الشر طبعا عليكم جميعا زي السرطان والأمراض المزمنة لدى كبار السن. طبعا الفيتامين ده فيتامين مهم جدا، احنا ممكن نكون مش حاسين بقيمته. برضو كمان هو بيحفز بصيلات الشعر القديمة ان هي تنمو وتكبر، وبيحافظ على بصيلات الشعر الموجودة. يعني الناس اللي شعرها بيقع برضو في الغالب بيكون عندكم نقص فيتامين دي. فيتامين دي ده يعني حاجة كده أساسية، ما ينفعش نقدر نستغنى عنها وما ينفعش تكون ناقصة في جسمنا. طيب ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين دي؟ المفروض ان انا بعمل تحليل فيتامين دي، هو غالي شويه يعني، لو تقدروا تعملوه تمام. هو الفيتامين دي المفروض ان هو الرينج الطبيعي بيكون من 20 ل 50 نانو جرام، يعني تمام، نانو ملي جرام يعني. طيب لو انت عندك نقص فيتامين دي فهو النتيجه هتطلع اقل من 12، يعني لو انت اقل من 12 يبقى انت كده محتاجه تستشيري الطبيب ومحتاجه ترجعي للطبيب وعشان يكتب لك ايه الجرعه المناسبه ليكي. يبقى يا امهات، يا مامز، الفيتامين ده بجد مهم جدا، وبيعمل كسل، نقصه بيعمل كسل وخمول واضطرابات في الامعاء واضطرابات في المعده، وتلاقي عندك انتفاخات وحاجات زي كده وشعرك بيقع، اللي هي الاعراض دي كلها ده نقص فيتامين اللي هو فيتامين دي 3، اللي هو احنا مش بنتعرض للشمس، فمهم جدا ان احنا ناخد الفيتامين ده عشان صحتنا. انا النهارده مورياكم شكلين لفيتامين دي، دول موجودين عندي. في حاجات طبعا تانية مختلفه، وانا كنت بجيب حاجات ادويه مستورده برضو، هقول لكم على تركايه كده معينه. فيتامين دي اللي هو الفي دروب ده انا بستخدمه لابني ومعروف جدا للاطفال. الاطفال من سن طبعا من يوم لسنه بياخد 4 نقط، من بعد السنه بيبدا ان هو ياخد 6 نقط، تمام. وبعد كده الناس اللي هي الكبيره في السن بتكون محتاجه فيتامينات بقى زي اللي هو الاقراص، تمام. طيب خليني اقول بس اللي هو الاربع نقط ده، هي كل نقطه فيها 100 وحده دوليه، هي يعني هي معروفه بكده، اللي هو يعني الطفل بيبقى محتاج 400 وحده دوليه كل يوم، بعد السنه بيبقى محتاج 600 وحده دوليه. وبرده الناس اللي هي الكبيره بيبقى جرعه الفيتامين ده بيكون من يعني الناس اللي عندها من 19 ل 71 سنه، ده بيكون محتاج 600 وحده دوليه. تنسوا ده فيتامين دي 3 او دال 3، تمام. هو الدي 3 ده 10000 وحده دوليه. ال 10000 وحده دوليه دي المفروض ان انا باخد حبايه كل اسبوع من الفيتامين ده، يعني طبعا حاجه ما تتنساش، يعني انت مثلا لو كل يوم جمعه تاخدي حبايه فدي حاجه كويسه ليكي. طيب انا عندي مشكله مثلا ما اقدرش ادفع 180 جنيه وهيبقى غالي عليا، واقدر مثلا ادفع مثلا في حدود 17 او 18 جنيه مثلا كل اسبوع، فممكن تاخدي فيتامين اللي هو الفي دروب ده. كلام دكتور يا جماعه والله مش كلامي انا.
يعني ممكن اخد فيتامين اللي هو الفي دروب، ممكن اخد مره واحده في الاسبوع، يعني مثلا اثبت مثلا كل يوم جمعه مثلا افتح ازازه زي دي واشربها كلها، تمام. كوقاية برضو من نقص الفيتامين، يعني ممكن مثلا تاخديها حتى كل اسبوعين، كل شهر مرة، بس على الاقل انت لو انت عارفة ان انت عندك اعراض زي اللي انا بتكلم عليها دي ومش قادرة تعملي التحليل، خدي فيتامين، خدي الفي دروب وسرشوا على اليوتيوب وعرفوا اهمية الفيتامين ده، ويعني لو عرفتوا تسألوا دكاترة وعرفتوا تتكلموا في الموضوع ده، بجد فيتامين دي 3 من الفيتامينات المهمة جدا اللي هي بتكون ناقصة عندنا كلنا، تمام. هو الانسان الكبير بيبقى محتاج حوالي 600 وحدة دولية كل يوم، تمام. ده العادي بتاعنا. طب احنا بنتعرض للشمس؟ ما بنتعرضش للشمس، فمحتاجين ان احنا ناخد فيتامين. يعني اهتموا بصحتكم عشان نفسكم اولا، وعشان ولادكم، وعشان تقدروا ان انتوا تراعوا الناس اللي تحتيكم والناس اللي انتوا مسؤولين عنها. ممكن ان انتوا تاخدوا الفي دروب او الفيتامين ده حتى لمده شهر او شهرين، تظبطوا بس موضوع الفيتامين ده، هتلاقوا بجد الدنيا مختلفه خالص معاكم. طيب لو احنا عايزين نتعرض للشمس، حتى دايما يقولك الطفل الصغير يعني يتعرض للشمس وكده، لو احنا عايزين نتعرض للشمس بنتعرض مناسب للتعرض في الشمس هو بين الساعه مثلا 10 ل 11 وبعد بعد الظهر، اللي هو بعد الشمس يعني ما تبدا اللي هي تكسر شويه، مثلا من 4 ل 5، من 3 ل 5. لكن وقت الشمس ما بتكون عموديه ده الوقت ده بيبقى صعب شويه، يعني لان بتبقى فيه الاشعه اللي هي الفوق بنفسجيه ودي طبعا بتكون ضاره. خلينا نتكلم ان الفيتامين ده مهم جدا. اتمنى ان انتوا يعني بجد تاخدوا الكلام بتاعي ده في محمل الجد، وان انتوا تدوروا ان كل واحده ازاي ناقصها فيتامين دي 3 في جسمها، عشانها طبعا اولا، وعشان ولادها، وعشان كل اللي حواليها، وعشان تقدر ان هي تقوم بواجبات. ليه مش لازم تشتروا نفس الاشكال بتاع الفيتامين دي، تقدروا ان انتوا تشوفوا حاجه مناسبه ليكوا. عايزه اقول لكم بس حاجه، انا كنت بجيب الفيتامين اللي هو دي 3 ده اللي هو المستورد، عايزه اوريكم شكله. بصوا ده شكله اللي انا كنت بجيبه اللي هو الاصفر ده. هو بصراحه انا رميته اخر مره يعني في الباسكت، بسبب ايه؟ ان انا كنت بجيبه من امريكا، وكان الفيتامين ده بعد كده عرفت ان هو في امريكا بيعملوه بدهن الخنزير، وطبعا احنا كمسلمين هو طبعا دي حاجه، في ناس بتقول ان دي حاجه ليها علاقه بالدواء، بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا اكمل في الموضوع يعني لما عرفت، يعني جالي قفله كده منه يعني. فابعدوا لو جايبين الفيتامين ده، ما تجيبوهوش من دوله يعني اجنبيه، جيبوه من الدول العربيه، يعني يكون متصنع مثلا هنا، فدي بتفرق معاكوا قوي، بالذات الحاجات اللي هي الكبسولات الجيلاتينيه دي بتكون معموله بدهن الخنزير. فاللي جابهولي بصراحه اخر حاجه جابهولي يعني اخويا، وقال لي بلاش الفيتامينات دي من هنا من امريكا عشان موضوع دهن الخنزير. فانا بصراحه قلت لا خلاص، انا خليني في المضمون وخليني في المصري، وكده كده يعني يعني الحاجه كلها واحده. طيب عندكم اشكال زي سانسو، عندكم الفي دروب، عندكم بون 1، عندكم 1 الفا، عندكم منتجات كتير قوي تقدروا ان انتوا يعني تسرشوا عليها وتعرفوها وتسالوا دكاتره. اهتموا بالفيتامين ده، وربنا معاكم يا رب، وربنا يديكم كلكم الصحه والعافيه يا رب، وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم، وباي باي.